وزارة الطيران المدني المصري تعلن إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري بدءا من اليوم. قررت وزارة الطيران المدني المصري إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ونقلت اليوم السابع عن مصادر في مطار القاهرة قولها إنه سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدني في الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد إصدار القرار الذي من شأنه فتح الأجواء المصرية أمام الطيران التابع لدولة قطر، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام. وبمقتضى القرار يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها. كما قالت المصادر إنه سيتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين. وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد أصدرت قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين في 6 يونيو عام 2017. المصدر: اليوم السابع.